لو سمحتوا كفاية تجريح فينا لو سمحتوا. والله احنا اللي فينا كفاية يكفي ويطير. يعني صدمتنا في اختي وفي بنت اختي اللي هي حتة مني، يعني زي بنتي كده. حرام يا جماعة، ارحمونا. والله احنا في عذاب محد يتخيل. لو الناس مفكرة ان احنا فرحانين ان البنت خدت اعدام وان احنا كده انتصرنا، غلط. دي حتة مننا احنا لغاية دلوقتي مش فاهمين حاجة. ازاي ده حصل؟ حتى لو ده حصل بالفعل، طب ماشي هو حصل بالفعل، طب ازاي يا جماعة؟ طب حد يفكر معانا. لو انتوا الغرب مش مصدقين، احنا نبقى ايه؟ اهلا متابعين قناه راي عام وصفحه عجل على الفيسبوك. لاول مره بتتحدث اخت الضحيه داليا الحوشي استاذه سمر للاعلام او تحديدا على احدى منصات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب، وقالت من ضمن كلامها انها اخر مره التقت فيها مع المتهمه نورهان اختها قبل الجريمه باسبوع، وقالت انها كانت على تواصل دائم مع شقيقتها الضحيه داليا الحوشي الله يرحمها. لو كان في اي مشاكل كانت بتحكيها لها، بس ما كانش في اي مشاكل حتى وقوع الجريمه حكيتها لها. ولما اتسالت في المكالمه اللي كانت او المداخله اللي كانت معاها على احدى القنوات بتاعه اليوتيوب، لما اتسالت ان نورهان في الفتره الاخيره كانت بتعمل اي حاجه غريبه او في خلل نفسي او عقلي او بتعمل امور مش طبيعيه، نفت اخت الضحيه داليا الحوشي الكلام دوت، وقالت احنا لحد دلوقتي مش فاهمين اللي حصل دوت حصل ازاي، والسر دوت عند ربنا سبحانه وتعالى. اتدفن مع اختي الله يرحمها، واتكلمت من ناحيه تربيه نورهان ان اختها ربتها احسن تربيه وربت اخواتها احسن تربيه، وان اختها داليا الحوشي بتحب كل الناس وكل الناس شهدت بده، لدرجه ان الناس لما سمعت خبر وفاتها كانوا في ذهول وفي حزن وهم زينا بالظبط، وكان بالنسبه لهم اخت. كل جيراننا هنا وفي بلدنا كانوا في حاله جنون ما يعلمش بيها غير ربنا سبحانه وتعالى. بتقول لدرجه لما جالنا الخبر ما صدقناش، اختي ما ماتتش، مش اتقتلت كمان. ما عرفتش اي حاجه من الاخبار السيئه دي غير وانا في الطريق، وكانت بتكلمني عادي وبتطمني عليها وعلى اخبار اولادها. ما كانش في اي مشاكل ولا كان في اي حاجه من الكلام اللي بيتقال دوت في الاعلام، سواء على اختي او سواء على بنتها. الاتنين بيحبوا بعض جدا، مفيش حاجه اسمها بتكره بنتها او البنت بتكره امها. لا، انا كنت عندهم قبل الحادثه تقريبا باسبوع، انا وجوزي وولادي، وكنا هناك وقعدنا حوالي 5 ايام، وكنا بنخرج ونروح ونيجي مع بعض، وعلى طول نورهان معانا وخطيبها في عذاب معانا. وتخيلوا لو الناس يعني ما كانش في اي حاجه تدل على ان احنا فرحانين اي حاجه بنت خالت تدل على ان في مشاكل وان احنا كده انتصرنا. غلط طبعا، دي حاجه حته مننا احنا لحد دلوقتي مش فاهمين حاجه ده حصل ازاي، حصل اي حاجه بالطريقه دي، في اي حاجه محدش فينا عارف حاجه وحصل بالفعل. طيب مصيبه زي دي، طب يا جماعه حد يفكر معانا لو ان الغريب مش مصدق حاجه زي دي على بنتها، ازاي هنصدق وهداري؟ احنا بس عايزين نفهم، واحنا من حقنا ان احنا نفهم. دي كانت عارفه كل حاجه عن بنتها وعايزه غريبه تلزقها في خطيبها. والله الكلام ده غلط جدا جدا. اخت شاربين واكلين ضاحكين، عمرها ما هتحل حاجه زي دي. كل حاجه كده كانت طبيعيه جدا. على فكره معلومه الناس اللي بيتكلم في اعراض الناس بدون اي ضغط من اي حد، لدرجه ان انا يوم القيامه سالتها المظالم يا بنتي انت موافقه؟ قالت لي انا موافقه. قلت لها اكبر منك سنا، قالت انا موافقه. وعرض بنتي ايه رايك؟ وهيتقال له طالما شاب محترم وبيفهم وعرض بنتك كده ومش هيدخل الجنه بسبب. وهي قالت لي انا كمان موافقه، كفايه تجريح هو يفهمني وهي حاجه عليا. ومع الايام ما كانتش تعرفوا كفايه قبل كده، وده طبعا احنا مش من عاداتنا نغصب على حد في بنت اختنا اللي هي حته مننا. عندهم حرام يا جماعه، ارحمونا والله. ده ابن عمتي واخويا الكبير، لكن ما كانش يقدر او يجرؤ انه يشتم اختي لانه كان بيحبها جدا وهو محترم جدا، والغلط ما بيطلعش منه. خليل انسان محترم جدا، وبالنسبه لي مش جوز اختي بس، ده اخويا الكبير وابن عمتي. احنا بنحاول نتماسك علشان نقدر نتكلم، وهي ممنوع عنها الزيارة اصلا. ثانيا بالعقل كده احنا كلنا اعصابنا مشدودة وهنقدر نفهم حاجة منها؟ مستحيل يا جماعة. مفيش اي حاجة تستدعي ان البنت تعمل كده في امها. مفيش داعي ومفيش سبب. ربنا وحده هو اللي كان عالم باللي حصل. وفي النوايا الثلاثة جوه الشقة كان ايه وقت وقوع الجريمة والحوار اللي دار ده كان ايه؟ السر عند ربنا سبحانه وتعالى. واتدفن مع اختي الله يرحمها. احنا ما نحكمش، احنا ما شفناش ومش مصدقين اصلا عشان نحاكم الناس. القاضي صدق لانه بيحكم بعقله، حكم رأيه بعد ما قرأ اعترافات وبدأ يحكم. ربنا يرحم اختي
عايزين كلنا القصاص من المجرم اللي اسمه حسين واهله اللي ما عندهمش ضمير، ويطلعوا يقولوا لو حاجه، ده لو عندهم ضمير، لو عندهم ذره ضمير يطلعوا يقولوا اي حاجه عنه. انا كنت بروح عند اختي ورايحه جايه عليها وكل حاجه، لكن صرصار زي ده ما يلفتش انتباهي اساسا. معرفش ازاي البني ادم دوت عمل كده، ده مش بني ادم اساسا. ليه سؤال كل الناس، مش سؤالي لوحدي، ان حضرتك مصدق ان البنت تعمل في امها كده؟ اي حد في الدنيا يستوعب حاجه زي كده او حاجه زي دي؟ لا، الناس ممكن تستوعب ان بنت تعمل في امها كده لو بنت شوارع، لكن دي بنت متربيه تربيه حلوه ونضيفه، وامها جريت عليهم هي وابوهم وشقيوا لحد ما ربوها وكبروها وخلوها عروسه. يعني كده حرام. ارحموا ابوها والناس اللي بتتكلم عن باباها وعن اخواتها وعن عمتها. عيب قوي الكلام اللي مش محترم. مفيش الكلام اللي الناس بتقوله دوت، ده عيب. محدش يتكلم عن الناس وعلى اعراض الناس بالباطل، حرام. احنا بنطالب كل الناس انها تظهر سن المجرم دوت عشان ياخد جزاؤه ويتحاكم. لازم ياخد جزاؤه، ده مجرم ومعترف. هو اعترف امام المحكمه انه قتل وذبح وشوه اختي وعذبها وما رحمهاش ودلق عليها ميه سخنه وعمل فيها كل انواع البشاعه. ده حرام، ما يرضيش ربنا وما يرضيش الناس كل اللي عمله دوت، وما يرضيش ربنا الناس اللي بتتكلم على نورهان سايبين اللي عمل كل دوت وبيتكلموا على اختي وبنتها. يا جماعه احنا مش بندافع، لكن عايزين نوصل للناس الحقيقه ونعاقب المجرم الحقيقي. المفروض الرأي العام كله يتكلم عن سن الولد. خلاص انتم اتكلمتوا كتير عن نورهان، الرأي العام كله اتكلم وخدت اعدام. احنا مش عايزين نتكلم عن نورهان تاني، خلاص نقفل كلنا صفحة نورهان دي نهائي ومحدش يتكلم عنها تاني نهائي. خلاص الرأي العام كله يتكلم عن سن الولد اللي عمل 3 جرائم في خلال 6 شهور ورا بعض، وكللهم في النهاية بجريمة قتل السيدة داليا الحوشي اختي وبالبشاعة اللي انتوا شفتوها دي. ده كلام اخت داليا الحوشي الاستاذة سمر في احدى المنصات على اليوتيوب. قالت ان احنا مش مقتنعين بالجريمه، ان احنا مش مصدقينها. الغريب قبل القريب مش مقتنع ان ممكن بنت تقتل امها، خصوصا لو كانت جماعيه ومتربيه التربيه دي، الا اذا بقى كانت بنت شوارع، ودي مش الحاله دي مش متوفره معانا في نورهان. في حاجه حصلت ما بين الثلاثه يعلمها ربنا وهم، والسر ده مات مع اختي او اتدفن مع اختي على حد كلامها. كلمه اخت داليا الحوشي عن كفايه الراي العام ظلم جوزها كتير وظلم الام وظلم البنت، والبنت خدت اعدام، واحنا مش فرحانين بالحكم ده لانها حته مننا وكانت تطلع مظلومه في القضيه كلها اللي احنا لحد النهارده مش عارفين ايه اللي حصل وما اتكلمناش مع البنت لحد النهارده. انما المفروض الراي العام اليومين دول يتوجه عن سن الولد دوت، وفين اهله اللي مش ما طلعوش لحد النهارده الاعلام يتكلموا عن سنه الحقيقي ويقولوا كلمه يصحوا بيها ضميرهم وترضي ربنا والناس. وبتقول وبتناشد الناس ان اي حد يعرف اي معلومه عن سنه يطلع يتكلم ويقول، وبالطالب الراي العام العربي يتكلم عن سن الولد، لان اللي في الصوره دوت والجسم دوت اكبر من السن اللي متقال في او مثبت في الاوراق. ربنا يعافينا يا رب. جريمه بشعه. كنت منزل فيديو شورتس من كام يوم وقلت يا ترى انت بتبكي على اللي فات ولا على اللي انت فيه دلوقتي؟ طلعت ناس سواء هنا او على التيك توك قالت لا والله ده هي اكيد بتبكي على اختها ما بتبكيش على البنت. لا طبعا يا جماعه، الضربه موجعه وسلاح ذو حدين. البنت المعروفه ان هي بتبقى بنت خالتها وبنت امها والكلام دوت، هي نفسها بتقول دي بنتي، مش حابه لها الاعدام واكيد في حاجه غلط. ربنا يلطف بيهم يا رب ويعافيهم ويبعد عنهم كل شر. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم.
عليكم.